السلام عليكم احبتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم من جديد في قناه الطبخ المغربي الاصيل. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله ميني كنافه بالكريمه بنكهه زهره البرتقال. كيجي المذاق ديالها رائع جدا، وحتى المنظر ديالها كيما لاحظتوا كيجي منظر جميل بزاف، بطريقه مبسطه وسهله جدا وبمقادير غير مكلفه. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غنبداو السيرو. عندنا هنا 2 كيسان ديال السكر حبيبات مع 2 كيسان ديال الماء بعبار كاس العنبه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ينقصوا من الحلاوه يديروا كاس ديال سنيده مع 2 كيسان ديال الماء. المهم كنديروهم فوق النار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كيذوب السكر، وكنخليه يغلى واحد شويه حتى كنحصلوا على واحد السيرو اللي كيكون شويه ثقيل، وكنطفي عليه ونزيد عليه شويه ديال الماء زهر ونخليه جانبا باش يبرد. هنا عندنا الكنافه اللي كنحاول نقطعها مزيان على شكل رقيق. بالنسبه للكميه ديال الكنافه اللي عندي فعندي هنا 500 غرام او نص كيلو. المهم اللي بغات تقطعها بالمقص تقطعها، واللي عندها الطحانه وباغا طحنها يكون احسن. المهم كنستمر في نفس العمليه حتى كنقطع الشعيرات ديال الكنافه كاملين ونتلاقاو. صافي ملي نسالي كنضيف ليها 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي باش يعطيها داك اللون الزوين ملي كطيب، وكنخلط مزيان هاد السكر مع الكنافه حتى كيتجانسوا مزيان. ومن بعد غادي نضيف ليها الزبده تقريبا واحد 200 غرام اللي كنطبخها مزيان حتى كيتبخر من هذاك الحليب. صافي وكنحاول نبسبس ديك العجينه بالزبده مزيان حتى كيكونوا دوك الشعيرات كاملين مدهونين بالزبده. بالنسبه للمول فغادي نطيبهم في هذا ديال المادلين او الكاب كيك اللي دهنتو مزيان بالزبده، واللي بغى دير مولات صغار اللي كيكونوا فرديين ديرهم. صافي وكنبدا نعمر فيهم، كنحط تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الكنافه، وكنستمر على نفس الطريقه حتى كنعمرهم كاملين. ملي نسالي كناخد واحد الكاس وكنضغط عليهم مزيان باش ياخدوا الشكل ديال المول من جهه، ومن جهه اخرى ملي كنجبدوها ما كتفرتتش لينا وكتبقى شاده في راسها. ملي تكونوا كتضغطوا عليها بالكاس كنحاولوا نطلعوا الجوانب واحد شويه باش الكريمه ما تخرجش من الجوانب وتحرق لينا. صافي وكندخلهم للفران اللي كيكون شاعل من الفوق واحد 5 حتى ل7 دقائق، وندوزو نحضروا الكريمه باش غنعمروها. بالنسبه للكريمه فحشتنا الحليب 2 كيسان عامرين ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال النشا او المايزينا، و3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. كنخلط جميع المكونات وهي بارده، ومن بعد كنحطوها فوق النار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر. ملي تعقد الكريمه كنزلوها من فوق النار ونضيفوا ليها ساشي ديال زهره البرتقال مع 2 علاب ديال بيرلي، وكنخلط مزيان. ملي دازت 7 دقائق كنخرج المول من الفران، وكنحط واحد الكميه من ديك الكريمه اللي حضرنا من قبل وكنديرها في الوسط تقريبا معلقه صغيره عامره ما نفوتوهاش باش ما تخرجش من الجوانب وتحرق لينا. ومن بعد كنغطيها بواحد شويه ديال الكنافه وكنضغط عليها واحد الضغطه خفيفه باش تاخد الشكل ديال القالب. والمقطع اللي كنجمعها فيه راه مشى ليا. المهم راه هاد الطريقه سهله وبسيطه. كنجمع دوك الشعيرات اللي في الجوانب وكنضغط عليهم بيدي غير بشويه، وملي نسالي كندخلها للفران اللي كتكون الحراره ديالو مهيله باش
طيب لينا من الداخل في الوقت اللي كتجي فيه محمرة من برا، وباش تجينا كذلك مقرمشة. ملي تكون محمرة من الجوانب كنشعلوا ليها من الفوق باش تحمر من الوجه ديالها. ها هي الكنافة ديالنا بعد ما تحمرت من الجوانب، شعلت عليها من الفوق حتى كتحمر مزيان وتعطينا هذا اللون. مباشرة ملي كنخرجها كنبدا نسقيها بالقطر اللي حضرنا من قبل وهي باقا سخونة. يعني الكنافة كتكون سخونة والسيرو كيكون بارد باش تشربو مزيان. واللي عندها العسل اخواتي كتدفيه واحد شويه وكتسقي به يكون احسن، وكنخليها حتى كتبرد تماما عاد باش نزولها من الليمون. والطريقه باش تزولوها راه جيت سهله، كتاخذوا واحد البلاطو او طبسيل كبير على المول ديالنا وكتقلبوها فيه وراه كتخرج بكل سهوله. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كنافه ديالنا. كما لاحظتوا الشكل ديالها كيجي انيق جدا والمنظر رائع، واكيد المذاق كيجي روعه، خصوصا بمذاق الكريمه بنكهه زهره البرتقال. والتزيين راه تيبقى اختياري وعلى حسب الموجود. انا زينتها بشويه ديال البيستاش ورقات ديال الورد البلدي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم، وكنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها. والى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله. في امان الله، مع السلامه.